أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. نقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفا. نحمده على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مغتفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجاب معاه وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهوا بأنجم في الاهتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن ضي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا، سميته بسلم المنورق به سمع منطقي. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قام ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل قريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، وقدم ولا عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر
يحتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل، ادعى بقول شريح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل، بحجة يعرف عند العقلاء، دلالة اللفظ على ما وافق، يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم، مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين عن المفرد، كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي، وأولا للذات إن فيها اندرج، فانصبه أو لعارض إذا خرج، والكليات 5 دون انتقاج، جنس وفصل عرض عن وخاص، وأول 3 بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشكك تخالف، والاشتراك عكسه ترادف، واللفظ إما طلب أو خبر، وأول 3 ستذكر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم، فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية، معرف إلى 3 قسم، حد ورسمي ولفظي علم، فالحد بالجنس وفاصل وقع، والرسم بالجنس وفاصل مع، وناقص الحد بفاصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص رسم بخاصة فقط، أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي الذي شهر، تبديل لفظ برديف أشهر، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجوزا، بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز بالرسم فادر ما رووا، ما احتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مصور وإما مهمل، الصور كليا وجزئيا يرى، و4 أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض أو شبه جلا، وكلها موجبة وسالبة، فهي إذا إلى 8 أيبا، والأول الموضوع في الحملية، والأخير المحمول بالسوية، وإن على التعليق فيها قد حكم، فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة، ومثلها شرطية منفصلة، جزءهما مقدم وتالي، أما بيان ذات الاتصال ما أوجب تلازم الجزئين، وذات الانفصال دون مين،
ما أوجب تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فتعلم مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي ولا خاص فاعلما خلف القضيتين في كيف وسيط واحد أمر خفي فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بكيف أن تبدلا وإن تكون محصورة بالصور فانقض بضد صورها المذكور فإن تكون موجبة كلية نقضها سالبة جزئية وإن تكون سالبة كلية نقضها موجبة جزئية العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. نعم. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطابع وليس في مرتب بالوضع. نعم. كم بيت؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. آمين. وإلى هذا أشار بقوله والعكس لازم لكل قضية غير ما وجد به. الضمير لما وذكر باعتبار لفظ ما وذكر لفظ ما باعتبار لفظ ما لم يقل ما وجدت، لا ما وجد. فهم أنه ذكر وجد. واضح؟ الضمير لما واضح. والعكس لازم لغير ما وجد به، غير ما وجد به. الضمير لما، الضمير لما. واضح يا جماعة؟ وذكر لم يقل بها، قال به باعتبار لفظ ما، باعتبار لفظ ما نظر إلى اللفظ واللفظ مذكر. واضح؟ فلذلك ذكر. مفهوم؟ لأن ما هذه واقعة على قضية، واقعة على قضية. نعم. وإن كانت واقعة على قضية، وإن كانت ما هذه بمعنى قضية، واقعة على قضية. ما يعني بمعنى قضية. لغير ما يعني لغير قضية وجد بها. فمنها جماعة خير. والعكس لازم لغير قضية لأن ما واقعة على قضية. لغير ما يعني لغير قضية وجد به. لماذا ذكر الهاء؟ لأنه اعتبر لفظ ما، لم ينظر إلى معناها وإنما نظر إلى لفظها. واللفظ مذكر فلذلك ذكر الضمير، لم يقل وجد بها، قال وجد به. مفهوم؟ هذا معنى كلام. وذكر باعتبار لفظ ما. مفهوم؟ نعم. أي حصل فيها، أي حصل فيها، وجد فيها يعني حصل فيها اجتماع الخصتين، اجتماع الخصتين، أي السلب والجزئية. هذا هو الخصة، هذا اسمها خصتين، السلب والجزئية. إذا اجتمع في قضية السلب والجزئية فإنه لا عكس لها. والعكس لازم لكن
لغير ما وجد به اجتماع الخصة. فالقضية التي اجتمع فيها الخصتين لا عكس لها، لا عكس لها. مفهوم يا جماعة الخير؟ نحو بعض الحيوان ليس بإنسان. هذا هو الآن اجتمع فيها السلب والجزئية. بعض الحيوان جزء، ليس بإنسان السلب، هذه لا عكس لها، فلا عكس لها. واضح يا جماعة الخير؟ أيوة. فلا عكس لها. فلا عكس لها. لماذا لا عكس لها؟ سيدلل الشيخ، سيخبرك الشيخ لماذا لا عكس لها. مفهوم؟ أيوة. لأنه فهمنا يا جماعة الخير؟ الشيخ قال لك والعكس لازم، والعكس لازم، يعني كل القضايا لها عكس لازم، عكس لازم، إلا القضية التي اجتمع فيها الخصتين، وهي ماذا؟ الموجبة الجزئية، صحيح؟ الموجبة السالبة الجزئية، والمهملة، المهملة السالبة لأنها في قوة الجزئية كما قلنا، المهملة السالبة لأنها في قوة الجزئية. هذو اثنين قضيتين لا عكس لهما، لا عكس لهما. أما الست قضايا الأخرى كلها لها عكس. فهمنا؟ لذلك الشيخ يقول والعكس لازم، والعكس لازم. واضح؟ لغير ما وجد به اجتماع القصتين، به اجتماع الخصتين. واضح؟ إذا وجد في قضية اجتماع الخصتين فإنه لا عكس لها، كالجزئية السالبة والمهملة السالبة لا عكس لها. فهمنا يا جماعة؟ اقرأ معي تحت ماذا قال الشيخ. قال وإلى هذا أشار بقوله أي بمفهومه ومنطوقه، أشار بقوله بمفهومه وبمنطوقه. ومنطوقه انعكاس غير الجزئية والمهملة السلبيتين، هذا هو المنطوق. المنطوق الشيخ قال لك الجزئية والمهملة السلبيتين لا ينعكس، وذلك شامل الأقسام الستة، هذا هو منطوقه. ومفهومه عدم انعكاس السلبيتين الجزئية والمهملة، هذا هو ما فهمناه من كلامه. والمراد أنه أشار لذلك في الجملة إذ لم يفصل المعكوس من شخصية وجزئية، فافهم. واضح يا جماعة؟ أيوة. قوله لازم أي أنه كلما صدقت القضية لازم أن يكون لها عكس صادق. كلما صدقت القضية لازم أن يكون لها عكس صادق، كما قال الشيخ العكس قلب القضية مع بقاء الصدق، مع بقاء الصدق. لذلك قال كلما صدقت القضية لازم أن يكون لها عكس صادق. وليس المراد أنه لازم ذكره مع الأصل كلما ذكر، لا. واضح؟ ليس المراد أنه لازم ذكره مع الأصل كلما ذكر. نعم. قوله وذكر باعتبار لفظ ما أي وأنث بعد ذلك في قولي ومثلها المهملة باعتبار معناها، لكن فيما يأتي سيؤنث باعتبار المعنى، وهذا جائز إلا أنه قليل، والكثير أن يجري الكلام على طريقة واحدة. نعم، ما دام ذكر كان من المفروض يقول ومثله المهملة السلبية، كان يمشي على طريقة واحدة. كيف في الأول ذكر وبعدين أنث؟ لا، يعني الكثير أنه يمشي على طريقة واحدة. ما دام ذكر القضية لازم كذلك يقول ومثله المهملة السلبية، كذلك يذكر هنا ليجري على طريقة واحدة. ومراعاة اللفظ أكثر من مراعاة المعنى، يعني في الغالب أنك تراعي اللفظ أكثر مما تراعي المعنى. تنظر إلى اللفظ، إذا كان اللفظ مذكر ستأتي بالضمير مذكر، إذا كان
اللفظ مؤنث هذا هو الكثير، لكن النظر إلى المعنى قليل قليل. نعم. قال الخصتين إنما سميت بذلك. لماذا سميت خصتين؟ لأنهما أخص من ضديهما، أخص من ضديهما، إذ الإيجاب أشرف من السلب والكلية أشرف من الجزء، فهو بالنظر إلى ضديهما أخص، أقل، أحط، وهكذا أخص، أقل وأحط، لأن الإيجاب أشرف من السلب، الإيجاب أشرف من السلب والكلية أشرف من الجزء، فسميت الخصتين بالنظر إلى ضديهما، بالنظر إلى ضديهما. نعم. قوله فلا عكس لها إنما عبر بذلك، وإن كان الذي يفهم من المصنف إنما هو عدم لزوم عكسها لا انتفاؤه. أيوة، عدم اللزوم لا انتفاء، فهم؟ يعني قد يكون لها عكس وقد لا يكون، وليس انتفاؤه. أيوة، فهمنا جماعة الخير؟ يعني ليس بلازم، قد يكون وقد لا يكون. فالشيخ هنا قال فلا عكس لها، قال إنما عبر بذلك وإن كان الذي يفهم من المصنف إنما هو عدم لزوم عكسها لا انتفاؤه، يعني لا يلزم، قد وقد، لا انتفاؤه. أيوة، إشارة إلى أن مراد المصنف ما ذكر لما عرفت أنه لا يعتبر في هذا الفن إلا الأمور اللازمة، إلا الأمور اللازمة، وأن غير اللازم لا يلتفت إليه فكأنه لا وجود له. نعم. في هذا الفن كما قلنا يعتبر في هذا الفن الأمور لازمة فقط، الأمور لازم، أما غير اللازم فلا يلتفت إليه فكأنه لا وجود له. واضح يا جماعة؟ أيوة، فلذلك هنا الشيخ قال لا عكس لها، لا عكس لها. فالآن المفهوم الذي يفهم عدم اللزوم، عدم اللزوم. زيد. لأنه يصح سلب الأخص عن بعض الأفراد الأعم. هذا هو، ما هو الأخص ما هو الأعم هنا؟ مثلا إذا قلت بعض الحيوان ليس بإنسان، أين الأخص أين الأعم؟ حيوان أعم والإنسان أخص، صحيح؟ الآن يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم ولا لا؟ سلب الأخص يعني سلب الإنسانية عن بعض أفراد الأعم، عن بعض أفراد الحيوانية، يصح ولا لا؟ يصح. تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، فأنت ماذا؟ سلبت الأخص عن بعض أفراد الأعم، فقلت بعض الحيوان ليس بإنسان، فسلبت الأخص عن بعض أفراد الأعم. بعض أفراد الأعم ما هي؟ بعض الحيوان، والأخص ما هو؟ الإنسان، فأنت سلبت الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان، عن بعض أفراد الحيوان. فهمنا يا جماعة الخير؟ يصح هذا ولا لا يصح؟ يصح. تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح، الفرس ليس بإنسان، الحمار ليس بإنسان، القرد ليس بإنسان، الثعلب ليس بإنسان، النملة ليس بإنسان. يصح، يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم. واضح هذا؟ أيوة، لذلك يصح بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا صحيح، لأنك سلبت الأخص اللي هو الإنسانية عن بعض أفراد الأعم اللي هي بعض الحيوان. نعم، زيد. ولا يصح سلب الأعم، ولا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص. هل تستطيع أن حيوانية عن بعض أفراد إنسان؟ هل تستطيع أن تسلب الحيوانية
عن بعض أفراد الإنسان؟ لا تستطيع. هل يمكن أن يكون بعض أفراد الإنسان ليس حيوان؟ لا. فلذلك لا تستطيع أن تسلب الأعم عن بعض أفراد الأخص، لا تستطيع. فلا تستطيع أن تسلب الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان، فلذلك لا عكس لها. فهمتوا يا جماعة الخير؟ اعكس مثلا، اعكس، قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان، اعكس، نفرض العكس، اعكس يا جماعة، اعكس، بارك الله فيكم، اعكس هذه القضية. بعض الحيوان ليس بإنسان، اعكس. بعض الإنسان ليس بحيوان. هل تستطيع تقول هذا؟ بعض الإنسان ليس بحيوان. هل تستطيع أن تسلب الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان؟ هل واحد من الإنسان يقول ليس حيوان؟ لا. هذا لذلك لا عكس لها، لذلك لا عكس لها. هذه القاعدة افهمها. يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم، يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم، سلب الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان، هذا يصح. لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص. لا أستطيع أن أسلب الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان. الجزئية السالبة لا عكس لها، لا عكس لها. نعم زيد. ويصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. نعم، فهذا يصدق. ولا يصدق بعض الإنسان أيوة، ليس بحيوان. ولا يصدق هذا هنا يا جماعة، لأن في الأول بعض الحيوان ليس بإنسان، هنا سلبت الأخص عن بعض أفراد الأعم. ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، هنا ماذا؟ أردت أن تسلب ماذا؟ الأعم عن بعض أفراد الأخص، فهذا لا. لذلك لا عكس لها بسبب هذا التعليل الذي ذكره الشيخ. فهمنا؟ لو يقال لك لماذا الجزئية السالبة لا تنعكس، فهذا هو التعليل. مفهوم يا جماعة؟ زيد. تصير تكملة للبيت. تكملة للبيت، نعم. أي توسط في الأمور. توسط، الاقتصاد هو التوسط في الأمور. فاقتصد يعني توسط في الأمور. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. نعم. ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس. نعم، القضية المهملة السالبة يعني مثل ماذا؟ مثل الجزئية السالبة، المهملة السالبة، لأن في قوتها، لأن المهملة السالبة في قوة الجزئية، كأن المهملة السالبة في قوة. فكما أن الجزئية السالبة لا عكس لها، كذلك مثلها المهملة السلبية. لماذا؟ لأنها في قوتها. فهمنا الكلام هذا معنى القضية المهملة. نعم. السلبية فقولنا الحيوان ليس بإنسان. نعم. فإنه صادق ولا يصدق عكسه. نعم، الحيوان ليس بإنسان. نعم، الحيوان ليس بإنسان، كالفرس والذئب والقرد وغير ذلك، ليس بإنسان. هذه مهملة سالبة صحيحة صادقة. لكن لو تقول الإنسان ليس حيوان، هذه هي التي ليست بصادقة. نعم. ولا يصدق عكسه. ولا يصدق العكس، وهو الإنسان ليس بحيوان. لو جيت قلت لماذا؟ لو جيت سألت وقلت المهملة السلبية لماذا لا عكس لها؟ الشيخ سيجيبك هنا، قال لما تقدم من صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم. يصح ولا لا؟ يصح أن تنفي الأخص، تنفي الإنسانية عن بعض أفراد الأعم، عن بعض أفراد الحيوان. يصح ولا لا؟ يصح أن تنفي الأخص، تنفي الإنسانية عن بعض أفراد الأعم، عن بعض أفراد الحيوان.
تنفي الإنسانية عن الحمار صحيح، عن القرد صحيح، عن الفرس صحيح، عن الذئب صحيح. هذا صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم، لذلك يصح الحيوان ليس بإنسان، يصح صادق. لكن عدم صحة نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص هذا هو الذي لا يصح. وعدم صحة نفي الأعم، هل تستطيع أن تنفي الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان؟ لا تستطيع. هل ممكن أن فرد من أفراد الإنسان يصح تنفي عنه الحيوانية؟ لا. هذا كذلك التعليل على أن المهملة السلبية لا عكس لها، هذا هو التعليل. صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم هذا صادق. صحة نفي الأخص، صحة نفي الإنسانية عن بعض أفراد الأعم عن بعض الحيوانات صحيح. لكن لا يصح نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص، لا يصح نفي الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان اللي هو الأخص. واضح؟ لذلك المهملة السلبية لا عكس لها. فهمنا؟ هذا هو معنى الكلام. نعم. لما جماعة فهمتوا الكلام هذا؟ فهمت عبد الرحمن؟ فهمت؟ أيوة هذا. لما تقدم من صحة نفي الأخص. نفي الأخص اللي هو ماذا؟ الإنسانية، نفي الأخص تنفي الإنسانية عن بعض أفراد الأعم اللي هو الحيوان. يصح أن أنفي الإنسانية عن الفرس، عن القرد، عن البغل، عن الحمار، عن الأسد وغير ذلك، يصح، هذا يصح. فأقول ماذا؟ أقول الحيوان ليس بإنسان مثلا، يصح. نعم. وعدم صحة نفي العام عن بعض الأفراد الأخص. وعدم صحة نفي الأعم اللي هو الحيوانية عن بعض أفراد الأخص اللي هو الإنسان. هل أستطيع أن أنفي الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان، عن زيد أو عمرو أو بكر؟ لا أستطيع. لذلك المهملة السلبية لا عكس لها. فهمنا يا جماعة؟ نعم. وقد أشار إلى ذلك بقوله لأنها أي المهملة السلبية جزئية. نعم، في قوة الجزئية، في قوة الجزئية. نعم. فكما لا تنعكس الجزئية، لا تنعكس الجزئية السالبة. نعم. لا تنعكس المهملة السالبة. لا تنعكس المهملة السالبة. أيوة. فكما لا تنعكس الجزئية السالبة لا تنعكس المهملة السالبة لأنها في قوتها. نعم. ثم قال تحت هنا قوله في عدم لزوم العكس، فيه إشارة إلى أنه قد يتفق صدق عكس السالبة المهملة، كعكس الإنسان ليس بحجر إلى الحجر ليس بإنسان. يا جماعة، ما معنى عدم اللزوم؟ عدم اللزوم إذا قلت هذا الشيء ليس بلازم، قد يأتي لها عكس، قد يأتي، هذا معنى ليس لازم. ليس لازم بأن يكون لها عكس، لا، قد وقد، لكن ليس لازم، لأن بعض القضايا، بعض السالبة المهملة قد يكون لها عكس، لكن هذا الشيء اتفاقي، ليس بلازم وإنما اتفاقي. قال الشيخ في عدم لزوم العكس يعني ليس بلازم، فيه إشارة إلى أنه قد يتفق صدق عكس السالبة المهملة، قد نجد عكس السالبة المهملة صادق، مثل كعكس الإنسان ليس بحجر. لو قلت الإنسان ليس بحجر، ما عكسها؟ الحجر ليس بإنسان، هاي صادقة ولا لا؟ صادق، العكس صادق تاع المهملة السالبة، لكن اتفاقي، قد يتفق، قد يكون وقد لا يكون. لذلك عدم اللزوم معناه
ليس دائما لازم، لا، قد وقد. نعم. قوله لأنها في قوة الجزئية، أي تصدق عند صدقها. فإن قلت إن المصنف لم يبين وجه عدم لزوم العكس للسالبة الجزئية، فكيف يعلل المنع هنا بكونها في قوتها؟ قلت: علة عدم اللزوم في الجزئية معلومة مشهورة لوضوحها، ولخفاء أمر المهملة نبه عليها فتأمل. هذا واضح؟ أيوة. لأن الشيخ جماعة ماذا قال في الجزئية السالبة؟ هل نص عليها؟ لا، قال: والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. هل ذكر الجزئية السالبة؟ لكن ذكر المهملة السلبية، ذكرها. قال لك: لماذا لم يذكر الجزئية السالبة بنصها؟ قال: لأن عكسها، عدم عكسها مشهور واضح، مشهور واضح، لذلك مذكور. لكن لخفاء أمر المهملة قال ذكرها، قال: ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. هو لم يذكر الجزئية السالبة أصلا، لم يذكرها. مفهوم؟ لماذا لم يذكرها؟ لشهرتها ولظهورها ولوضوحها لم يذكر. مفهوم؟ هذا هو. زيد. ثم إن العكس لا يكون إلا في الحملية والشرطية المتصلة. نعم، كما قلنا من قبل، العكس يكون في الحمليات، في القضية الحملية، وفي القضية الشرطية المتصلة. الحمليات وفي القضية الشرطية المتصلة. نعم، كما تقدم تمثيل ذلك. نعم، وإليه أشار بقوله: والعكس في مرتب، أي ثابت في قضية مرتبة في قضية مرتبة بالطبع. نعم. والترتيب الطبيعي. ما معنى الترتيب الطبيعي يا جماعة؟ نعم، هو ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره. يعني الترتيب يتغير، يعني المعنى يتغير بتغير الترتيب. لو قلت هكذا، لو قلت مثلا، لو قلت إنسان حيوان، إنسان حيوان، هنا ما الذي حصل؟ أثبت ماذا؟ مفهوم الحيوانية لأفراد الإنسان، صحيح؟ لو عكست قلت الحيوان إنسان، ماذا أصبح؟ مفهوم الإنسانية لأفراد الحيوان. الترتيب الطبيعي يتغير معناه بالتغيير، بتقديم وتأخير، بالتقديم والتأخير. هذا هو الترتيب الطبيعي. إذا قدمت أو أخرت يتغير المعنى. كذلك التالي، المقدم والتالي. لو قلت هكذا: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود. فالآن هنا وجود النهار لازم لطلوع الشمس، صحيح؟ وجود النهار لازم لطلوع الشمس. لو غيرت وقلت كلما وجد النهار كانت الشمس طالعة، ما الذي حصل الآن؟ تغير. في الأول كان لزوم التالي للمقدم، لزوم التالي للمقدم. الآن أصبح لزوم المقدم للتالي، لزوم المقدم للتالي. كلما يعني غيرت يتغير المعنى. إذا قلت كلما كان النهار موجود كانت الشمس طالعة، فأصبح ماذا؟ أصبح الشمس طالعة لازم، وطلوع النهار ملزوم. تغير المعنى. فهذا هو الترتيب الطبيعي. إذا قدمت أو أخرت يتغير المعنى، كما قلنا في الحملية والشرطية. نعم، سيشرح الشيخ. زيد. ألا ترى أن معنى القضية الحملية أيوة، ثبوت المفهوم المحمول لأفراد الموضوع. هذا هو القضية الحملية، ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع. لو قلت حيوان
لو قلت الإنسان حيوان، لو قلت الإنسان حيوان، هنا ثبوت مفهوم المحمول، مفهوم المحمول اللي هو هذا إنسانية، الحيوانية، حيوانية ثبتت لأفراد الموضوع، لأفراد الإنسان، لأفراد الإنسان. نعم. فإذا غير ترتيبها، أيوة اقرأ. فإذا غير ترتيبها أفادت ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحمول. فإذا غيرت قلت الحيوان إنسان، هنا ما الذي أصبح؟ أصبح ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحمول، تغيرت. فمن الكلام إذا غيرت يتغير المعنى. عندما تقول الإنسان حيوان، ثبوت مفهوم الحيوانية لأفراد الإنسان. لو قلت الحيوان إنسان، ثبوت مفهوم الإنسانية لأفراد الحيوان، يتغير بالتقديم والتأخير. نعم. فهمتوا يا جماعة؟ ها؟ فهمت يا داني؟ أيوة زيد. ومعنى الشرطية لزوم التالي للمقدم. الشرطية لزوم التالي للمقدم. لو قلت كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، يلزم ماذا؟ لزوم التالي للمقدم، يعني يصبح وجود النهار لازم وهو تالي، وطلوع الشمس ملزوم وهو مقدم. لو غيرت، فإذا غير الترتيب زيد. فإذا غير الترتيب أفادت لزوم المقدم للتالي. لو قلت كلما وجد النهار كانت الشمس طالعة، يصبح هنا الشمس طالعة تصبح ماذا؟ تصبح لازم بعدما كانت ملزوم، والنهار يصبح ملزوم بعد أن كان لازم. هذا هو الترتيب الطبيعي. إذا قدمت أو أخرت يتغير المعنى. مفهوم؟ هذا هو. نعم. هذا هو المرتب بالطبع. هذا هو المرتب بالطبع. في حد لم يفهم الترتيب بالطبع؟ هذا هو الترتيب الطبيعي. هذا هو الترتيب الطبيعي. فمن الترتيب الطبيعي يا جماعة إذا غيرت يتغير المعنى، يكون المعنى شيء، فإذا غيرت الترتيب يصبح المعنى شيء آخر. مفهوم؟ أيوة. نعم. وأما المرتب بالوضع، أما المرتب بالوضع، ما هو المرتب بالوضع يا جماعة؟ يعني في الوضع فقط، في الجعل فقط، في الجعل. أما المرتب بالوضع فهو الشرطية، فهذا الشرطية المنفصلة. الشرطية المنفصلة قدمت أو أخرت نفس المعنى لا يتغير. لو قلت كلما كان هذا، لو قلت العدد إما فرد وإما زوج، العدد إما فرد أو زوج، لو غيرت قلت العدد إما زوج أو فرد، هل تغير شيء؟ لا يتغير. هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى. هذا اسمه الترتيب بالوضع فقط، في الجعل والإرادة فقط، في الجعل والإرادة فقط، لكن لا يتغير لا معنى ولا شيء. نعم. لأن ترتيبها ذكري. ذكري فقط. ما معنى ذكري؟ يعني يقدم المتكلم ما يشاء ويتأخر ما يشاء، ولا يتغير معنى، ولا يتغير معنى. نعم. بحيث لا يتغير معناه بتغير طرفيها. هذا لا يتغير المعنى بتغير الطرف. لو قلت عدد إما زوج أو فرد، ثم غيرت قلت العدد إما فرد أو زوج، لا يتغير المعنى. هذا اسمه الترتيب ذكري. نعم. فقولك العدد إما زوج أو فرد. نعم. لو قدمت فيه الثاني على الأول وقلت العدد إما فرد أو زوج، هل يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى، المعنى يبقى كما هو. هل تغير شيء؟ لم يتغير. هذا ترتيب في الوضع، ترتيب في الذكر، يعني يقدم المتكلم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. هذا ترتيب ذكري. نعم. فعلم أن الترتيب إنما هو في مجرد الوضع والذكر فقط، مجرد الوضع والذكر فقط.
يقدم المتكلم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ولا يتغير معنى ولا شيء. واضح؟ وهذا معنى قول المصنف. نعم. وليس أي العكس ثابتا في مرتب بالوضع. نعم، المرتب بالوضع ليس فيه عكس، سواء قدمت أو أخرت لا يوجد له عكس. إذا قلت العدد إما زوج أو فرد ليس له عكس، ليس له عكس. نعم. وذلك هو القضية الشرطية المنفصلة فلا عكس لها. واضح يا جماعة؟ لا يوجد لها عكس. نعم. وقد علم من تقييد المصنف العكس بالمستوي أن كلامه فيه فقط. نعم. أن كلامه فيه فقط. نعم. كل ما كنا نتكلم فيه فهذا العكس المستوي. العكس المستوي كما قلنا، لأنه إذا أطلق العكس عند المناطق مجرد فالمقصود به المستوي. العكس المستوي لمساواته الأصل. أيوة. قال الشيخ تحت، اقرأ معي. قال: فكما لا تنعكس الجزئية إلى آخره، أي للعلة المشهورة التي أشار لها الشيخ فيما مر بقوله لأنه لا يصح سلب الأخص. هذه العلة عدم انعكاس الجزئية السالبة. نعم. قوله والعكس أي بجميع أقسامه، وإن كان الكلام السابق خاصا بالمستوي. نعم. والعكس في مرتب بالطبع بجميع أقسامه، عكس المستوي، عكس نقيض مخالف، عكس نقيض موافق، بكل أقسامه يكون في الترتيب بالطبع ولا يكون في الترتيب بالوضع. هذا العكس بجميع أقسامه. قال: فإذا غير ترتيبها بأن جعل الموضوع محمولا وجعل المحمول موضوعا، هذا هو تغيير الترتيب، أفاد ثبوت إلى آخره، أي ثبوت مفهوم ما كان موضوعا قبل التغيير الذي صار بعد التغيير محمولا، لما عرفت أنه يجب أن يراد بالموضوع الأفراد. كما قلنا الموضوع دائما في الغالب يراد به الأفراد، أما المحمول في الغالب يراد به المفهوم. هكذا في الغالب. في الغالب المحمول يراد به المفهوم، أما الموضوع يراد به الأفراد. لو قلت هكذا: الإنسان حيوان، هذا المحمول اللي هو الحيوان في الغالب يراد به المفهوم، أما الإنسان اللي هو موضوع في الغالب يراد به الأفراد، يعني أفراد الإنسان مفهومها حيوانات. هذا هو. فأنت أثبت مفهوم الحيوانية لأفراد الإنسان، هذا في الغالب. قال: لأفراد المحمول أي ما كان محمولا الذي صار بعد التغيير حاصل أنه متى أريد من اللفظ أفراده جعل موضوعا. هذا إذا أردت من اللفظ أفراده جعلته موضوع، إذا أردت الإنسان موضوع، إذا أردت أفراد الحيوان جعلت الحيوان موضوع. فمن الكلام هذا ولا يصح جعله محمولا إلا بعد تغير هذا القصد. نعم. ويراد به المفهوم ويختلف المعنى بذلك. تأمل هذا، يعني إذا أردت أفراد الشيء أجعله موضوع، وإذا أردت معنى الشيء أجعله محمول. هذا. فأنا الآن إذا أردت أفراد الإنسان، أردت أن أتكلم على أفراد الإنسان أجعل الإنسان موضوع. إذا أردت أن أتكلم على أفراد الحيوان أجعل الحيوان موضوع. إذا أردت أن أتكلم على مفهوم الحيوان أجعل الحيوان محمول. إذا أردت أن أتكلم على مفهوم الإنسان أجعل الإنسان محمول. هذا. إذا أردت الأفراد أجعل الشيء موضوع، إذا أردت المفهوم أجعله محمول. فمن هذا الكلام هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قوله بالوضع أي بالجعل والإرادة، لا بطبع التركيب على حسب معناه، بل أمر اتفاقي. هذا هو المرتب بالوضع، هو ما أريده أنا وما أريد أن أجعله،
أريد أجعل الإنسان في الأول والحيوان في الآخر، أو أريد أجعل الحيوان في الأول وإنسان في الآخر. هذا أمر اسمه ماذا؟ أمر بالجعل والإرادة، ما تريد أن تجعله وما تريده. نعم هذا هو. قوله لأن ترتيبها ذكري، أي بحسب ما اتفق عند ذكر الألفاظ، فيقدم المتكلم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. هذا وما ذكره أولا وآخرا على حد سواء، لا مزية لشيء على شيء. الآن لو قلت العدد إما فرد أو زوج وغيرت قلت العدد إما زوج أو فرد لم يتغير، لا مزية لتقديم هذا على هذا ولا لتأخير هذا عن هذا، لا مزية. لذلك الإنسان يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، لأنه ماذا؟ لا يوجد مزية لأحدهما على الآخر. نعم، إذ لا يختلف بذلك المعنى. هل يختلف المعنى؟ لا يختلف. فالمقدم ما قدمه المتكلم، والتالي ما أخره، دائما هكذا. المقدم ما قدمه المتكلم، والتالي ما أخره. إذا قلت العدد إما زوج أو فرد، زوج مقدم، تالي فرد تالي. لو قال العدد إما فرد أو زوج يصبح الفرد مقدم والزوج تالي، وهكذا. دائما ما يقدمه هو المقدم وما يؤخره هو التالي، لكن لا يتغير أي شيء، أي معنى لا يتغير. نعم زيد. قال قوله إنما هو مجرد الوضع والذكر، أي فلا مقتضى لجعل أحدهما عكسا للآخر، إذ لا يترتب على ذلك اختلاف معنى حتى يتعذر الاستدلال على أحدهما دون الآخر لاتحاد معناهما بخلاف المرتب بالطبع. نعم. قوله وهذا أي ما فهم من أن الترتيب في المنفصلة إنما هو في مجرد الوضع، وهو أنه لا مقتضى لجعل أحدهما عكسا بحيث يستدل عليه عند تعذر الاستدلال على أصله، إذ لا فرق بينهما من حيث المعنى كما أشرنا له. نعم كما قال من قبل. واضح؟ زيد. وخرج به عكس النقيض الموافق عكس النقيض الموافق. بدأ الشيخ يذكر لنا في عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف، يعني العكوس الباقية. نعم. وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر، مع بقاء الكم والكيف. نعم مع بقاء الكم والكيف. إذا قلت هكذا إذا قلت كل إنسان حيوان، عكسه المستوي ما هو؟ بعض الحيوان إنسان. لماذا؟ كما قال الشيخ إلا الموجب الكلية فعوضوها موجب الجزئية. عرفنا عكس المستوي لها هو بعض الحيوان إنسان، صحيح؟ الآن عكس النقيض الموافق. عكس النقيض الموافق ما هو؟ هو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. الآن نقول هكذا: كل ما ليس بحيوان لأنه نقيض، لأن هذا نقيض هذا، صحيح؟ نقول ليس بإنسان، وهذا نقيض هذا، صحيح؟ هذا نقيض هذا وهذا نقيض هذا. سيذكره الشيخ هذا من غير ما تكتب، سيذكر المثال هذا. ها؟ أيوة. فقولنا اصبر. هذا مع بقاء الكم والكيف. انظر يا جماعة،
بقي الكم ولا لم يبقى؟ بقي الكم، ها هو كل. بقي الكيف ولا لم يبقى؟ بقي الكيف. ما هو الكيف؟ ها؟ بقي ماذا؟ بقي الكيف ولا لا؟ مع بقاء الكم والكيف. ها؟ أين الكيف الذي بقي؟ كل إنسان حيوان. الشيخ قال لك مع بقاء الكم والكيف. الكم ما هو بقي كله، الكم. أما الكيف، الكيف بقي ولا لا؟ ها؟ قول يا جماعة. ها؟ الشيخ قال بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف، عكس النقيض الموافق هو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. كل من الطرفين بنقيض الآخر. قال مع بقاء الكم والكيف. مع بقاء الكم والكيف. واضح؟ زيد اقرأ ماذا قال. فقولنا كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. نعم. عكس نقيضه الموافق. نعم. كل ما ليس بحيوان. كل ما ليس بحيوان هو ليس بإنسان. أيوة. وسمي موافقا لموافقة الأصل للعكس في الكيف. أهو لموافقة الأصل للعكس في الكيف. لموافقة الأصل للعكس في الكيف. أين الكيف هنا الذي بقي؟ الكيف ها؟ ها؟ قال قوله كل ما ليس إلى آخره. اعلم أن أداة السلب هنا جعلت جزءا من كل من الطرفين ليتحقق كونه نقيضا ويتحقق بقاء الكيف. أهو. ها؟ أيوة. لأن هذه يا جماعة هذا الأداة اللي هي ليس جعلت ماذا؟ جعلت جزءا من كل من الطرفين. جعلت جزء من كل من الطرفين. لماذا؟ ليتحقق كونه نقيض. ليتحقق كون هذا نقيض لهذا وهذا نقيض لكذا. قال ويتحقق بقاء الكيف. يتحقق ماذا؟ بقاء الكيف، يعني بقي كما هو الكيف. لأن هذه جعلناها جزء وهذه جعلناها جزء فكأنها واحدة. واضح؟ أيوة. وسمي موافقا لموافقة الأصل للعكس في الكيف. لموافقة الأصل للعكس في الكيف. نعم. زيد. وخرج به أيضا عكس النقيض الموافق. فالآن عكس النقيض الموافق ما هو؟ تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف. واضح؟ نعم. وخرج به أيضا عكس النقيض المخالف. عكس النقيض المخالف. نعم. وهو التبديل الأول بنقيض الثاني. نعم. تبديل الأول بنقيض الثاني. نعم. والثاني
بعين الأول مع الاختلاف في الكيف. انظر، كل إنسان حيوان. تبديل الأول بنقيض الثاني، تقول كل ما ليس بحيوان. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ فقولنا كل إنسان حيوان عكس نقيضه المخالف لا شيء مما ليس. كل ولا لا شيء؟ نعم، لا شيء. لا شيء مما ليس بحيوان، واضح؟ إنسان. فالآن ماذا بدلت؟ بدلت الأول اللي هو كل إنسان، بدلت ماذا؟ بنقيض الآخر، بنقيض حيوان. بنقيض حيوان. كل إنسان حيوان، ما عكس نقيضها المخالف؟ بدلت الأول اللي هو كل إنسان، بدلت بماذا؟ بنقيض الثاني. نقيض الثاني هو ليس حيوان، فقلت لا شيء مما ليس بحيوان هذا. فالأول اللي هو كل إنسان هذا بدلته بنقيض الثاني، صحيح؟ وبدلت الثاني، هذا الثاني بدلته بعين الأول، هذا الثاني اللي هو حيوان بدلته بعين الأول اللي هو إنسان، فقلت كل ما ليس بحيوان إنسان. كل ما ليس بحيوان إنسان. فهم؟ وخرج به أيضا عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف، وهو تبديل الأول بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول مع الاختلاف في الكيف. الآن أنت بدلت الأول اللي هو كل إنسان هذا، بدلته بنقيض الثاني، فقلت كل مما ليس بحيوان، ثم الثاني هذا بدلته بعين الأول، فبدلت الحيوان بالإنسان. مفهوم كلام؟ سنتكلم عليه في الحصة القادمة، يعني نتكلم عليه الحصة القادمة يعني بشرح أكثر. نعم، زيد. فقولنا كل إنسان حيوان عكس نقيضه المخالف لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. فأنت بدلت الأول بنقيض الثاني، وبدلت الثاني بعين الأول. أيوة. وسمي مخالفا لمخالفة للأصل في الكيف. نعم، لمخالفة العكس للأصل في الكيف، لذلك سمي نقيض عكس نقيض مخالف، عكس نقيض مخالف. هذا فيه كلام طويل في الحاشية، سنقرأه إن شاء الله الحصة القادمة ونفهمه جيدا. الحصة القادمة سنتكلم على عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، ونضرب لهم أمثلة هنا في السبورة، ونشرحهم شرحا يعني موسعا ومفهوم جيد، ونبين الكم والكيف إلى غير ذلك. مفهوم؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.